ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. نبدا الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دخلت كده على البلكونه على طول. كل يوم اقول همسحها بكره، لا بكره مش عارفه ايه. وانتوا عارفين اصلا اليوم اللي بعدي فيه مش بمسح فيه البلكونه اكنها بقالها سنه، اكنها قعدت سنه ما اتمسحتش. المهم قلت انفض كده الشباك ده، فتحته لان الجو حر وكده. قلت هو الصاله وكده. فتحت البلكونه الشباك بقى بتاع البلكونه كده، وفتحت بقى البلكونه وبتاع. وقلت ادخل بقى اكنسها كده كنسه حلوه. بصيت برضو لقيت حد نشر تحت، قلت لا هكنسها برضو وامسحها كده على السريع، مش تاخد مني وقت ولا حاجه يعني. كنستها كده، هي طلعت تراب كتير، وهو ده سبب ان انا ان شاء الله هسيب الشقه بجد. كل يوم رمله، هي رمله مش تراب. مش عارفه بيجيلي منين بصراحه. انا تعبت خالص من الحوار بتاع البلكونه ده. كل يوم بطلع كميه رمله منه بطريقه صعبه. هي بتجيلي من فوق من على السطح، بس مش عارفه ايه سببها بصراحه. فانا زهقت بصراحه، بتبهدل الدنيا وبتخلي بيتنزل رمله على الشباك كده. وبجد هي وجايبالي بقى نمل في البلكونه بسبب الرمله دي وكده. فانا بصراحه زهقت، فقلت بقى اكنسها كده. وكده كده اصلا يعني بكره ولا حاجه، واول ما الاقي بس حد ما فيش حد نشر تحت، هروح كبه فيها جردل الميه ومسحيها. بصراحه مش بتخلي بقى في تراب في المواسير ولا في الماسوره اللي هو في البلكونه دي ولا اي حاجه. يعني انا حطيت كده التراب في الماسوره برضو مش بينزل على الجريل لان الماسوره طويله يعني. جبت الجردل كده، حطيت فيه حبه مسحوق وحبه بتاع دوت كلور كده وفنيك، ورحت مسحاه كده بالشرشوبه على طول. كنت بقى داخله انشر اصلا، وانا من عادتي ما بحبش ادخل انشر غير لما تكون البلكونه نظيفه، علشان خاطر العيال بتيجي ورايا وكده، فبياخدوا بقى رجليهم بتاخد من اللي في البلكونه ويدخلوه تاني على الشقه. وانا اصلا ببقى مروقه الشقه ومخلصاها قبل ما ادخل انشر او الكلام دوت يعني. بس احنا البلكونه مخدتش معانا وقت ولا اي حاجه، بس هي اصلا منظرها بيخلي الواحد بيدي الواحد طاقه يعني سلبيه. مش دايما بتعمل صوت كده وانت بتاكل. قوم كده. ايه يا ماما؟ رحت كده سكت يزن وشفت الاستاذ الكبير كان عايز ايه وخلصت وجيت لكم تاني. المهم كده مسحت كملت كده مسيح البلكونه. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نصلي على النبي كتير كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غسلنا الشرشوبه بقى وقلنا نحطها كده تتهوى. وجبنا بقى الغسيل، قلنا ننشره بقى بالمره واحنا واقفين في البلكونه. انا بحب انشر الغسيل مثلا في الطراوه كده اللي هو يعني قرب المغرب كده، والمه برضو يعني في نفس الوقت دوت بيبقى تشمس كده وملوش ريحه ولا حاجه. ما بحبش الم غسيل ابدا بالليل، ولا بالليل ولا الصبح بدري قوي، لان بيبقى ليه ريحه كده زي اللي هو بيقولوا ريحه الندى، بيبقى ليه ريحه مش حلوه. فلما تلميه في الشمس كده بصراحه بيبقى ريحته حلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ناسيني قوي 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 في اللايكات، بتسمعوا الفيديوهات وما بتحطوش لايك.
مش تنسوني في اللايكات كده، وخلوكوا كده شاطرين وحلوين وخلوني عشان احبكوا كتير كتير كتير. وانا احبكوا كتير. والسيد بيحبكوا كتير قد كده. فانتوا بقى شجعوني كده وشجعوني انا كمان بقى. شجعوا السيد هو كمان. خلاص بقى عشان ننزل لكم كده فيديوهات كتير. وايه تاني يا سيد؟ كومنتات. حطوا له كومنتات. لايك ولايك لايكات على البالون. بس خلاص بقى. كده بنشر بقى ايه اللي هي البوكسرات بتاعت الولاد في الاول كده عشان هي قصيره، وفي الاطول بقى وراه كده يعني. بصراحه رص الغسيل دوت بيبقى غيه. انا عندي انشر وما لمش ولا اطبق. ممكن اطبق يعني ساعات بحب عادي اطبق، هو ده فرض عنها هطبق يعني هطبق. بس لو تقولي احسن ايه، لا انشر وما لمش. لو هقسم بيني وبين حد يعني انشر وما لمش ولا اطبق. كنت الاول يعني قبل ما اتجوز كنت تطبيق الدولاب دوت بندبس امي فيه. دلوقتي بقى خلاص ولا باليد حيلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشروا بقى كده الغسيل اللي عندها غسيل كده مركون تقوم تحطه في الغسالة، وعشان ما ياخدش معاها كركبة لان الغسيل بيكركب البيت كله. وتنشره كده مش هياخد معاها وقت، وهي واقفة كده في البلكونة تعمل لها كوباية شاي كوباية قهوة اي حاجة هي بتحبها كده، وتقف تستمخ كده في البلكونة وتنشرهم. بصراحة انا مش من الناس ابدا اللي بحب انشر الهدوم جنب مثلا اللهم صل على النبي، ان انا انشر الهدوم على اقول الجو حر وكده كده اصلا الغسالة بتطلع الهدوم ناشف وبتاع، فانا انطورهم كده على الكرسي انتريه ولا حاجة وهما ينشفوا. لا ما بحبش كده ابدا، لازم ان انا انشر الهدوم كده على الحبال على البلكونة يتشمسوا بقى وكده. كان في من فترة كده كنت بدور على شقة قبل ما اجدد العقد المرة دي. هي الشقة دي انا يعني اللي انا داخلة فيها اللي انا متجوزة فيها كده بقالي قاعدة فيها 5 سنين. فكان السنة اللي فاتت كنت بجدد العقد، كان في مشاكل وكده وكنت خلاص همشي. اللي كل ما ادور على شقة كنت بلاقي شقة من غير بلكونة، ودي الوحيدة اللي مش حباها ابدا ان انا اقعد في شقة من غير بلكونة. يا لهوي مش ما اقدرش خالص، مش حاسه نفسي مش هعرف. بيبقوا العيال قاعدين ساكتين ومحترمين، واول ما باجي اسجل الفيديو مش تعرفوا فيه ايه بالظبط. خلصت كده بقى حبة الغسيل، باقي ايه اللي هو حاجات بسيطة كده. هو اصلا انا ما يعني ايه ما بكركبش عليا غسيل، هو دورة كده علشان خاطر ايه ما ازهقش يعني وكده. وهو ما بزهقش في نشره بس بزهق في لمه وتطبيقه، فخلينا كده ماشيين ايه زي ما احنا ماشيين. يلا بقى اللي عندها حبة غسيل تقوم تنشرهم كده، واللي عندها غسيل منشور ومكسلة تقوم تلمه وتطبقه كده وتخلي الدنيا زي الفل. تفتح كده الشبابيك كده وتهوي الشقة كده، تخلي الشقة ايه ريحتها حلوة كده. قولولي بقى انتوا زي بتحبوا تنشروا في البلكونة ولا بتحبوا تنشروا بتنشروا على الكراسي بتاعة الانتريه كده؟ ليه؟ اطلع برا. فاضل الدقيقة وتخلص. اطلع بقى برا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلاص خلصت النشير بقى كده بقى بقيت الحاجات كده ايه الحاجات والمحتاجات
وخلاص خلصنا. ندخل بقى ايه اهو كده الغسيل اهو رصيته، البوكسرات بتاعه العيال قدام والفانلات ورا والشرطة بتاعه الترنجات والحاجات دي وراهم كده يعني. هم بقى ايه دخلنا برضو على اوضه الركنه كده، قلت انفضها تنفيضه سريعه، مش معنى ان احنا اوضه ما بنقعدش فيها ان احنا نهملها يعني، لا. قلت ادخل عليها كده لان انا بسيب الشباك ده مفتوح علشان خاطر يهوي للتلاجة وكده، لان التلاجة ايه بتعمل زي هي لها زي ايه انذار كده، صوت انذار تيت تيت كده لما بيكون درجة الحرارة عالية عليها او مثلا الكهرباء ضعيفة، بتفضل تعمل كده. فانا بفتح لها بقى اللي هو الباب بتاع البلكونة السلك دوت، بيهولها يعني. هنا بقى انا حاطه الطبق دوت فيه الالعاب بتاعه العيال وكده، وقلت ارصهم كده ايه كانوا مكركبينهم وبحطهم تحت الكرسي كده، وقلت ايه بقى ارتب. بس هي نظيفه اصلا محدش بيدخلها انتوا عارفينه كده، بس برضو ايه حاجه مكركبه. عجل العيال مطرح بيطلعوه يلعبوا بيه في الصاله ويرجعوه تاني. قلت بقى ايه انفض الركنه كده واخليها ايه يعني بيبقى عليها تراب وكده ولازم تتنفض، لان لو ما اتنفضتش اول باول التراب دوت بيمسك في الفرش وبيخليه زي مجرب كده، بيبقى لونه مش حلو. فيبقى اول باول كده ننفضها ونخليها، هي مش هتاخد معانا اي وقت ولا اي مجهود، بس يبقى ايدينا في حاجتنا كده عشان حاجتنا مش تتبهدل. طبعا انا اصلا ما استعملتهاش خالص ولا قعدنا عليها، ممكن الكام مره اللي حد دخلها ممكن يكون عندنا ناس مثلا ايه ضيوف اغراب مثلا بره وحد ويروحوا داخلين قاعدين جوه كده. اما ان ان يبقى طبيعتنا ان احنا نقعد فيها لا. بس انا بفكر مع الوقت ان انا اطلعها، بس هشوف يعني ايه هشوف هنقل من الشقه دي او لا. لو نقلت منها هعملها هي ان شاء الله القعده بتاعتنا وادخل الصالون في مكان تاني، وربنا هو بقى الكريم ان شاء الله هو اللي يكرم الواحد بشقه كويسه. يمكن مفيش حاجه بعيده عن ربنا يعني، نلاقي شقه احسن من دي ان شاء الله. هي اصلا عامه هي الشقه دي ايجار، ولو خدت تاني فهاخد ايجار. بس اصلا انتوا عارفين الايجار الفتره ديت قد ايه ان هو غالي ومش لاقيين اصلا. هنا محسسنا ان احنا في القاهره. طب القاهره بقول لك السودان موجودين هناك ومش عارفه ايه، وفيها ناس يعني اغراب كتير عن البلد وكده. هنا ايه يعني، لا ده هنا الاسعار على حاجه صعبه. فجبت كده بقى نفضت الاوضه، وجبت المكنسه كده شفطت بس كده العفار من على الوش كده من على الحافظه ومن على السيراميك كده، واجيب بقى الشرشوبه كده بالجردل. طبعا كبيت الميه اللي كنت مسحه بيها البلكونه، عمري ما همسح بيها الاوضه يعني. كبيت الميه بتاعه البلكونه كده، ورحت بقى جايبه ميه جديده حاطه فيها حبه معطر كده وحبه اريال بس. هو بس الكلور بصراحه بحب احط فينيك في البلكونه وفي السلم اكتر مكانين بحب احط فيهم فينيك يعني. وقلت هنا الاوضه نظيفه يعني، رحت حاطه فيها بس هو حبه معطر كده وحبه اريال. وخلاص كده بقى ايه خلصنا الاوضه، ما خدتش معانا وقت ولا اي حاجه. ولمعنا كده بس التلاجة مطرح ما السيد بيبقى يدخل مثلا يجيب ازازة مية وهو بياكل بتبقى مبصمة بياكل حاجة كده، فبتبقى عليها علامات كده مطرح ايديه وكده. قلت اجيب الملمع بالفوطة كده وايه وامسحها كده مش هتاخد وقت، واشيل العجلة دي بقى. يزن ما عادش اصلا بيركبها، يزن ما خدش فيها زي السيد بصراحة. نشوف حد بقى محتاجة ياخدها، والعجله دي بتاعت السيد ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب له واحده اكبر وندي دي ليزونه. وكده خلاص خلصنا.
والاوضه بقت زي الفل على طول، ما خدتش وقت. يبقى ادينا في الحاجه ومش هتاخد معانا وقت ولا اي مجهود. يلا بقى اقول لكم باي باي، متنسوش اللايك والكومنت الحلو منكم.